السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ هقص معاكم جمبرية استك. السرير 120، ارتفاع المرتبة 30 سنتي. السرير 120 ارتفاع المرتبة 30 سنتي. هقول لكم ان شاء الله هحتاج قد ايه، بس انا كده بكلمكم على الملاية بس من غير المخدة والخدادية. بالنسبة للملاية، بصوا يا بنات، دي طريقة اللي انا كنت عاملة لكم في الفيديو اللي قبل كده. الملاية بس كانت بوصلة. دي بقى اللي هي من غير وصلة. من غير وصلة دي يعني بصراحة ايه، هتلاقوها اسهل كتير معاكم. هي هتزودوا في القماش حاجة بسيطة بس هتبقى اسهل. انا هنا جبت كام؟ انا جبت الملاية للسرير الواحد جبت 290. هقول لكم ليه انا جبت 290 للسرير الواحد. نبدأ كده. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. بصوا يا بنات، انا عندي السرير طوله 200 وارتفاع المرتبة 30 سنتي. فانا هعتمد القماش اللي انا هقصه، هعتمده على طول السرير. ماشي، يبقى انا طول السرير مترين. ادام المرتبه ارتفاعها 30 سنتي، فانا بزود 15 سنتي زياده للخياطه وللي تحت المرتبه. هيبقى انا عايزه 45 من كل جنب. يبقى انا هزود على المترين اللي هما الاساسي بتوع طول المرتبه، هزود عليهم 90 سنتي، 45 من اليمادي و45 من اليمادي. يبقى انا عايزه 290. عايزه 290 ده طول السرير. يبقى انا هجيب قد ايه من القماش؟ هجيب 290. ان انا هجيب القماش 290، يبقى كده انا كده خلاص خلصت طول السرير. ماشي، من غير وصلات من غير اي حاجه. هاجي بقى للعرض. العرض انا عايزه العرض بتاعي، انا معايا 120 وهزود عليهم 90 سنتي. يبقى انا محتاجه، قصدي انا محتاجه 210. يبقى العرض بتاع السرير اللي هو ال 120 زائد ال 90 هيبقوا كام؟ هيبقوا 210. طيب ال 210 دول هعمل فيهم ايه؟ هوريكم دلوقتي. انا بوريكم القماش دي من عند التانية اللي انا بجيب منها اهي. التانية اللي انا بجيب منها القماش ده انا قطعت كده 290. ده كده خلاص اللي هو ايه، طول السرير زي ما احنا ما قلنا، طول المرتبة. طيب اجي بقى للعرض، انا محتاج 210. محتاج 210. طيب انا هاجي افتح من عند، افتح بقى انا بص، انا هنا هفتح ادي التانية اهي. التانية بتاعتي ايه، انا كده هفتح القماش خالص. احنا عارفين ان ده عرض القماش، هو مفيهوش بورصة. ده عرض القماش. عرض القماش ده بيبقى كام؟ بيبقى 240. بس انا بقى عايزه من العرض ده ايه؟ انا عايزه من العرض ده 210. من عرض القماش ده عايزه منه 210. قلنا ال 210 دول بتوع ايه؟ اللي هو 120 زائد 90. 90 دولت اللي هو 45 من كل جنب. يبقى 120 زائد 90 هيدينا 210. بعد كده مترين وازود ال10، وازود ال10 سنتي. زي ما انتوا عارفين المقاس الملاية الاستك دي بالذات بتبقى لازم المقاس يبقى مظبوط. يبقى انا كده معايا 210. اعمل ايه دلوقتي؟ اروح بقى ايه، هقص من هنا. ممكن اسيب سنتي واحد كده ولا حاجه واروح اقص. انا وصلت لغايه هنا كده، يبقى انا كده خدت ايه، 210. ده العرض المرتبه. اعمل ايه؟ هتنيها كده عشان اشق شق صغير. ادي هشق كده شق. بسم الله الرحمن الرحيم. شقينا شق صغير. ادام احنا في اتجاه البورصه، ادي اتجاه البورصه اللي هو معايا، ما نخافش، نروح على طول ايه، ادام شقينا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. نشق كده القماش. انا كده شقيت اهو القماش. يبقى بقى معايا العرض بتاعي. بقى العرض بتاع اللي هو بتاع المرتبه كده 210. ماشي، همسكها بقى كده هطبقها زي ما انتوا شايفين هنا. انا طبقتها على 4، طبقتها تطبيقتين اهو، علشان اقص بقى المربع بتاعي اللي هو بيبقى الزوايا. هقص من ناحيه من الجنب اللي هو المفتوح. احنا عندنا 4 جوانب، هلاقي ايه جنب ال3 جوانب مقفولين، وده الوحيد اللي هو الايه المفتوح من كل الجوانب. بص ده مش مفتوح ازاي، ادي ال4 طبقات مفتوحين. ده الجنب الوحيد اللي احنا بنقص منه، اللي هو اللي فيه ال4 طبقات كده مفتوحين. طيب
انا ممكن اقص على طول المربع بتاعي، انا مزوده 45. انا ممكن اقص على طول المربع بتاعي، اروح قايله على طول ايه، اخد هنا من هنا 45 ومن هنا 45، يبقى على طول بقى ايه 45 في 45. بس انا عشان خاطر اتاكد ان القص بتاعي هيجي مظبوط، فبدل ما اقص المربع كده على طول 45 في 45، لا انا امسك القماش ده اللي قدامي، ده الجنب اللي هو الكبير، اللي هو المفروض يبقى طول المرتبه، اللي هو المفروض ان هو مترين يعني. اروح ماسكاه كده قايساه، اقيس قد ايه، هقيس متر. ليه هقيس متر؟ عشان انا ايه تانية القماش، لو تاني القماش طبقتين، لو انا فردته هيبقى مترين. يعني انا دلوقتي هقيس متر. هقيس متر ليه؟ عشان انا تانية القماش. يبقى انا قست كده متر واعمل علامة صغيرة كده. ادي جنب المتر اهو خدت علامة. اروح نازلة هنا ايه حوالي سنتي، والسنتي ده بقى اللي انا هبتدي ايه اقص. من عند السنتي ده هبتدي اقص. هاجي من هناك برضو، ده بقى الجنب اللي هو الايه المفروض ان هو عرض المرتبة اللي هو 120. فانا هاخد قد ايه؟ هاخد 60 سنتي هنا من اليمادي، ده المقفول اهو، واقيس ده اللي هو الجنب اللي هو المفروض هيبقى عرض اللي هو المفروض يبقى 120. فانا هقيس كده كام؟ هقيس 60 سنتي. ده 60 عشان هو متني، لما اجي افرده هيديني 120. هنزل هنا 1 سنتي وابتدي اقص بقى من هنا. يبقى هاخد من هنا من عند 61 ده واعمل علامة. ماشي، ده بالنسبة للايه من اللي هو الجنب اللي هو هيبقى 120. فخدت 60 عشان خاطر المفتاح يبقى 120. يبقى الجزء اللي هيتفضل معايا ده اللي هو اللي هيتقص، الجزء ده اللي هو اللي هيبقى المربع اللي هيتقص، اداني 45 بالظبط. اهو ده المربع اللي انا قصيته، ده اللي هو بقى المربع اللي هو بقى 45 في 45. المربع ده بقى بعمل بيه ايه؟ بحط على وش الخدادية كده. يعني انا بجيب المخدات والخداديات، بجيب الماتشنج بتاع اللي هو بجيب اللون اللي هو الفوشيا ده، بجيب اللون ده اللي هو المقارب ده الفوشيا، وبعمل منهم مخدات وخداديات، واروح حاطه بطعم الخدادية من الحاجات اللي طلعت دي، من المربع اللي طلع دوت. المربع بتاعي امسكه كده، افتحه كده. انا كده بفتحه اهو. هروح بقى جايبه ايه كل ادي الفتحه اهي، هروح جايبه كل جنب احطه على بعضه اهو كده. المربع اللي انا قصاه احط طبعا الوش على الوش، وامسك كده ايه، وامسك كده اقفل ادي اهو كده. هاتني بقى ايه تانية عاديه خالص رفيعه كده، ادي هاتني تانية عليها تانية كده ايه رفيعه خالص، وامشي على المكنه. ادي التانية، وادي التانية كمان. انا هو قفلتها كده من جوه اهي. هعمل ايه؟ هفتح بقى عشان خاطر الخيطه بتاعتي تبقى مستريحه. افتح كده شايفينها من جوه، ابتدي امشي كده بالخياطه، امشي كده عشان الخياطه بتاعتي تبقى مستريحه كده.
شايفين كده الخياطه بتاعتي كده تبقى مستريحه. هعمل برضه الناحيه التانيه بنفس الطريقه. الاستيك ازاي؟ اهو ادي المربع اهو، رحت ماسكه بيه على دي كده، حطهم على بعض كده الوش على الوش، وابني عادي خالص. من هنا بقى همشي كده على المكنه عشان خاطر اريح القماش. نيجي لاخر حته في الجوز دي ونقف عندها. دي التانية، الجوز ده لاخر حاجه ونقف هنا. الحته بتاعتي نضيفه خالص، ومن جوه برضه نضيفه، مش محتاجين سرفانه ولا اي حاجه. انا هنا كده قفلت الاربع جوانب. هنا بقى ان شاء الله انا كده هركب الاستك. بصوا يا بنات، الاستك انا بحب ان انا ادككه، يبقى متدكك جوه، يعني يبقى متدكك جوه عشان خاطر ايه، ما بخيطش عليه، عشان لما بخيط عليه بيجي مع الوقت بيوسع. فانا لا، انا هحط كده اوريكم. اول حاجه انا بتني، باخد تانية كده، بعد ما اتني بروح حاطه الاستك كده، واروح سايبه الحته دي فاضيه، واروح ايه تانية كده وماشيه على الحته الفاضيه، والاستك من جوه، الاستك من جوه كده ايه، بدكك كده عشان خاطر يبقى متدكك، ما يبقاش متخيط عليه. في ناس بتقعد تسال طب انا هحتاج للملايه دي كام، اللي هي ال 120 دي بحتاج لها كام؟ انا بعمل الملايه بجيب لها 3.5، بجيب لي الملايه الواحده 3.5 من الاستك، سواء بقى عريض او دون، وحسب بقى ما احتاج. بس انا بحاول ان انا اخليها ايه، ما تقلش عن 3، يعني من 3 ل 3 وربع كده، بس انا بجيب بزياده، بس هي ما تقلش بالنسبه للاستك ما تقلش عن 3 متر، عشان تبقى لما تيجي تتفرش كده بسهوله، ما نقعدش نشد جامد فيها. ادي هنا الاول اخد تانية كده، تانية زي ما انتم شايفين كده، وهحط الاستيك هنا كده، واسيب الحته دي فاضيه، وهخيط الاول اثبت الاستيك. انا ثبت الاستيك اهو، الثانيه الاولانيه ايه زي ما انتم شايفين كده، وهروح ايه هروح زي ما انتم شايفين كده، وهروح تانية كده، وهخيط الحته الفاضيه دي. الاستيك انا جوه ما خيطش عليه، الاستيك جوه هنا ما خيطش عليه، اخيط هنا في الجزء ده.
اشد الاستك بتاعي، احاول ان انا ايه اشد، ما اشدش قوي كده، اخليه مرخي كده شويه. زي ما انتم شايفين لكن كده بدخل الاستك كده جوه وبخيط على الحته الفاضيه دي. هنا الاستك اهو بتاعي ما بخيطش عليه، بخلي معاه الحته الفاضيه. زي ما انتم شايفين لكن كده بدخل الاستك كده جوه وبخيط على الحته الفاضيه دي. هنا الاستك اهو بتاعي ما بخيطش عليه، بخلي معاه الحته الفاضيه. انا اهو في اخر حته، شوف زي ما انتم شايفين لو انا شديت الاستك اهو بص اتشد معايا، لان هو متدكك مش متخيط. فدي الطريقه دي طبعا بتبقى احسن عشان خاطر ايه الاستك لما بندوس عليه بالخياطه بيبقى بصراحه عمره قصير وبيبوظ بسرعه. انا خلاص كده اخر حته هقفلها. بدوس عليها بقى من بره. كده الخياطه نضيفه والاستك من جوه متدكك. كده بقى انا ايه خلصتها. وادي الوز بتاعتي اهي، ادي الوز بتاعي اهو. كده يبقى انا ان شاء الله كده خلصت الملايه بتاعتي. كده خلصت كده الملايه بتاعتي ان شاء الله زي ما انتم شايفين نضيفه، الخياطه نضيفه من جوه ومن بره، ما احتجتش لسرفله ولا لاي حاجه. ان شاء الله تابعوني باذن الله. هعمل الفتره الجايه الملايه الكبيره للسرير الكبير، وان شاء الله برضو بعد كده هعمل لكم الطقم كله على بعضه، الملايتين بالمخدات بالخداديات، واقول لكم ان شاء الله كله بياخد كم متر قماش. بس انا النهارده حبيت اعمل ملايه واحده لان كتير دايما بيسال يقول لا احنا عايزين نعرف الملايه بس بتاخد قد ايه، مقاساتها قد ايه، فعشان كده حبيت ان انا اعمل ملايه لوحديها النهارده. وان شاء الله انتظروني، وما تنسوش ان شاء الله تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.